حبايب فاطمة، الفيديو ده مش صدفة. يمكن القصة اللي هتسمعها دلوقتي تخليك تفتكر ناس حواليك وتفهم معنى المثل الشعبي اللي بيقول اللي على راسه بطحة بيحسس عليها. الحكاية إن كان في شركة صغيرة فيها موظفين كتير، وكل واحد ليه شخصيته وليه معاملته الخاصة. لكن كان في واحد اسمه خالد، كان ذكي جدا وشاطر، ودايما بيطلع كل كلمة بحساب وبيحل مشاكل الموظفين، وكان إنسان الناس كلها بتحبه وتثق فيه إلى أبعد الحدود. وفي يوم من الأيام المدير جمع الموظفين كلهم وعلى رأسهم خالد، وقال لهم يا جماعة، في فلوس ناقصة من الخزنة، والموضوع ده مش هيعدي بالساهل، لازم أعرف مين اللي خد الفلوس دي. الكلام كان قدام الموظفين كلهم بما فيهم خالد، ومحدش قال اسم حد ولا حد اتهم حد، لكن كلهم فوجئوا ان خالد اتلخبط وشه احمر وقال انتوا بتبصولي كده ليه؟ انتوا تقصدوني انا عمري ما مديت ايدي على حاجة مش بتاعتي. كل استغرب، مفيش حد قال اسمك اصلا. ساعتها زمايله قالوا بهدوء يا خالد اهدى، اللي على راسه بطحة بيحسس عليها. وبالفعل بعد تحقيق بسيط اتضح ان خالد هو اللي كان بيسحب الفلوس دي في السر. اللي حصل ده بيورينا قد ايه المثل ده حقيقي، اللي عامل حاجة غلط مهما حاول يخبي تصرفاته بتفضحه، بتكون دليل عليه. القصة بتعلمنا ان الصدق راحة، واللي قلبه نضيف ما بيخافش، لكن اللي مخبي غلط هيفضل دايما يحسس على البطحة اللي على راسه. يعني اللي عامل حاجة هو اللي بيكشف نفسه بنفسه. لو عجبتك القصة ما تنساش تعملي لايك واشتراك في قناتي مطبخ وحكايات فاطمة. دايما هتلاقي قصة من الحياة فيها حكمة وموعظة وطمأنينة وحكايات من القلب للقلب. وصلي على الحبيب قلبك يطيب.